السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبة لكم مجموعة من الأفكار الحلوة قوي إن شاء الله بإذن الله. أفكار على سفرة رمضان، للإفطار والسحور رمضان إن شاء الله بإذن الله في شهر رمضان الكريم هتعجبكم جدا. أولا الفكرة النهاردة بسيطة وجايز معظمكم بيعملها، بس هضيف بعض المكونات أو إضافات هتعجبكم بإذن الله. معانا كوباية ونص أو كوبايتين من الدقيق. بنزل عليهم نص كوباية من النشا أو 4 معالق من النشا. طبعا حسب الكمية اللي انت عندك النهاردة. الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة رمضانية سهلة وسريعة وبسيطة، حلوة على الفطار والعزومات، وكمان شهية جدا وهتغير معاكي. دول حوالي 4 ملاعق من البقسماط. ممكن يا جماعة البقسماط يبقى خشن مش ناعم. نصف ملعقة من الكركم. بضيف عليها حبة تانية الملعقة إلا ربع من الكركم، لأن الكركم من الحاجات اللي هي صحية جدا وبتدي نكهة في الأكلات حلوة قوي قوي. نصف ملعقة فلفل أسود ونص ملعقة من كمون. عندك بابريكا ضيفي، عندك كاري ضيفي، بيدي برضو طعم وريحة حلوة قوي للأكلة دي أو الوصفة بتاعتنا دي. أنا ملاحظين الفلفل الأسود والكمون، أنا يعني دايما بقلبهم بالملح، فحاطة الفلفل الأسود والكمون عليه ملح، فتقريبا كده الأكلة بتاعتنا الملح بتاعها مظبوط. بقلب الكمية كلها مع بعضيها وباخد نص الكمية اللي أنا قلبتها دي. قلنا لو عندك بابريكا عندك كاري هتبقى الطعم حلو قوي. عندك بصل بودر، توم بودر، حطي ملعقة ملعقة برضو هيدي ريحة وطعم حلو قوي في الوصفة بتاعتنا النهاردة دي. وهاخد نص الكمية اللي أنا عملتها عشان أغلف بيها الأكلة بتاعتي. أما النص التاني فده أنا النص اللي أنا طلعته برضو هضيف له شوية بقسماط. بقسماط خشن أنا عندي، كانوا عندي يعني، فضفت شوية البقسماط الخشنين دول. بيخلي بيديكي كركشة كده ويديكي طعم كريسبي كده حلو قوي في الأكلة بتاعتنا النهاردة. فبقسماط خشن. وباخد الكمية اللي هما أنا النص التاني، بحط عليهم بيضة، وبحط عليهم ملعقة من اللي بتاع الفلفل الهريسة. اولا الهريسة حلوة قوي في المشويات بتدي نكهة وريحة حلوة قوي. ممكن لو حطيتي كاري وبابريكا تستغني، بس انا عشان مش عندي كاري وبابريكا فقلت اطلع ملعقة من الهريسة وهتديكي نفس الريحة والطعم. وبعد كده شوية يجي كوباية من اللبن، هنزل معاهم كوباية من اللبن وملعقة الهريسة، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض. احنا حريصين طبعا ان القوام والشكل. لو عندك ضيوف طبعا بيبقى احلى، ممكن اضربه بالمضرب البيض او اقلب الخليط بالمضرب البيض او بالملعقة او بالشوكة. بقلبهم كويس جدا، لو حاسة ان هم عايزين مية بضيف شوية مية، لان انا عايزة القوام اوصله لدرجة معينة. اوريكم القوام اللي انا عايزاه، قوام كريمي كده، بحيث ما يبقاش سائل وما في نفس الوقت ما يبقاش سميك. انا مش عايزاه سائل ومش سميك، ده سميك، فهضيف له شويه ميه تانية او شويه لبن عشان الاكله تبقى غنيه. يعني شايفين الكركم بيدي لون تحفه في الاكله دي بالذات وبيبقى حلو قوي، فياريت تجربوه معاه يعني. اللي ما حطش الكركم، كمان الكركم من الافكار الحلوه قوي. ضيفوه مع البانيه بيدي ريحه وطعم خرافه. الكركم مع البانيه يا ولاد، مع خلطه البانيه بيدي ريحه وطعم خرافه. فانا جربته وان شاء الله هحاول ان انا اعمله لكم في مره واوريكم الكركم بيدي لون وطعم وريحه خرافيه. الكركم من الحاجات الحلوه قوي قوي في المشويات ومع الفراخ ومع التتبيلات يعني. بصوا القوام لسه ما زال برضو سميك شويه، لان النشا مخلي القوام سميك شويه عندي.
دول تقريبا اخر شوية مية انا ضفتهم، بس القوام كده اصبح مظبوط وناعم. هجيب طبعا الفراخ بتاعتي اللي انا سلقتها وهروح ضايفة الفراخ المسلوقة. بصوا معلش، هو الورك هنا انا سبته شوية فتهرى، بس برضو التتبيلة دي هتخلي قطعة الفراخ ماسكة بعضيها وتكاد تكون ان هي هتعمل الكنتاكي الرمضاني بوصفة شهية وجميلة جدا جدا. حلوة قوي للعزومات ومشرفة، يعني تشرفك على السفرة لو كنت عايزة تعملي يعني طبق جديد أو وصفة جديدة لضيوفك في رمضان على عزومات رمضان. فحلو قوي الطبق ده في عزومات رمضان، في وجبة الإفطار يعني. كل سنة وانتم طيبين، وعاد الله علينا وعليكم بخير واليمن والبركات. وصفات حلوة قوي. وان شاء الله هجيب لكم. دي اقل وصفة انا جايباها لكم، يعني انا كنت نزلتها بس حبيت ان انا اوريكم اتكة الكركم وانك انت تحطي هريسة مع التتبيلة. بتخلي معاكي القوام غني وشهي جدا. الفراخ حلوة قوي. احنا بنوطي على النار، ما بنعليش يا جماعة عشان تستوي براحتها. شايفين التتبيلة عملت ازاي في الفراخ، واللون ذهبي حلو قوي قوي. اتمنى انكم انتوا تجربوا الفراخ بهذه الطريقة عشان تعملي. والله مهما عملت الفلتر ولا اي حاجة ظهر الفراخ بالشكل اللي هي طلعت بيه. الشكل خرافي يعني، فعلا يشرف لو كنت عاملة عزومة من عزومات رمضان. واتمنى انكم انتوا تعملوها. هحاول ان انا اوضح لكم برضه، مش هي الشكل اللي اديتهوني الموبايل مش جايب الاضاءة كويس. لكن اللون والطعم والقوام تحفة جدا. اتمنى ان تجربوا الفكرة الرمضانية دي على الافطار ولعزومات رمضان. فكرة سهلة وبسيطة وسريعة، اتمنى الاشتراك.